خص سعادة القنصل العام للجزائر بالرباط عبد المالك بوفنوش بعثة اتحاد الجزائر بزيارة مجاملة لتشجيع الفريق بمقر إقامته، حيث هنأه على التتويج بكأس السوبر الأفريقي، وتمنى له حظا موفقا في رحلة الدفاع عن لقب كأس الكونفدرالية. من جهته أهدى رئيس مجلس إدارة اتحاد الجزائر سيد أحمد أعراب القنصل الجزائري هدية رمزية تتمثل في قميص ووشاح اتحاد العاصمة. هذا وتعادل فريق اتحاد العاصمة أمام مضيفه الفتح الرياضي المغربي بنتيجة هدف لمثله في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من منافسة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وكان أبناء السسطارة السباقون لافتتاح باب التهديف عن طريق المدافع الدولي زين الدين بالعيد برأسية محكمة، معلنا عن تقدم الاتحاد قبل نهاية الشوط الأول من المباراة. وعدل فريق الفتح الرياضي المغربي النتيجة في الشوط الثاني من المواجهة ليفترق الفريقان على نتيجة التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف. وعقب اللقاء ثمن مساعد مدرب اتحاد العاصمة فريد زميتي النتيجة التي عاد بها نادي السسطارة من خلال تنقله إلى المغرب، رغم أن الفريق تنقل بنية الفوز. وتابع زميتي في تصريحات للصفحة الرسمية لاتحاد العاصمة: ما زالت هناك مباراة أخرى في الجزائر، وسنعمل على التأهل إلى دور المجموعات. وأضاف: كنا نعلم بأن المباراة ستكون صعبة أمام فريق يلعب الأدوار الأولى في البطولة المغربية، ولا يخفى عليكم أننا لعبنا مؤخرا نهائي السوبر، ومع السفرية السعودية شعرنا بأن اللاعبين عانوا نوعا ما من التعب. هذا وستجرى مباراة العودة بملعب ميلود هدفي بوهران في الفاتح من شهر أكتوبر المقبل.